أهلا مسا على كل الأهلاوية. مبروك يا جماعة مباراة نادي أسوان والأداء العالي بالنسبة للنادي الأهلي. مبروك الثلاث نقط، وإن شاء الله بطولة الدوري ترجع تاني للجزيرة. وطبعا الناس كلها بتقارن بين أداء النادي الأهلي أمام أسوان وأداء نادي الزمالك أمام أسوان. في فروق كبيرة جدا يا جماعة. النادي الأهلي أنا بعتبره النادي الأوحد أو القطب الأوحد في مصر، مفيش حاجة اسمها قطبين. يعني رفقا بالنتائج والارقام القياسيه والبطولات، حاجه كبيره جدا بين النادي الاهلي وبين نادي الزمالك. نادي الزمالك نزل قدام نادي اسوان وهو مش عارف هو عايز ايه من الماتش. وطبعا اللعيبه كانت سهرانه بالليل بتاكل فسيخ ورنجه. وتاني يوم في المباراه طبعا نادي اسوان بهدل نادي الزمالك زي ما انتم شفتوا الماتش من حوالي شهرين تقريبا. لكن النادي الاهلي نازل عارف هو عايز ايه من المباراه. ومارسيل كولر كان احلى حاجه فيه ان هو ضاغط على الرمادي، المدير الفني نادي اسوان، في وسط ملعبه وعامل دفاع متقدم. وطبعا شفتوا الثلاث اجوان حسين الشحات تألق فيهم جدا. لا قفشه والكهرباء وعبد القادر. فان شاء الله يعني النادي الاهلي يفضل متألق دايما على طول كده، وان شاء الله بطولة الدوري ترجع للنادي الاهلي مرة تانية. وهارد لك نادي اسوان. وطبعا شفتوا الشعبيه الجارفه بالنسبه للنادي الاهلي. ولا احنا جبنا قطورات فيها جماهير من القاهره، ولا احنا جبنا وجبات، ولا الكلام ده كله. شفتوا الاستقبال الاسطوري بالنسبه للجماهير الاهلاويه اللي موجوده في اسوان، في الشوارع وفي الميكروباصات وفي العربيات وفي الاستاد. كانت حاجه عظمه كبيره للنادي الاهلي، وبتعوضنا على الاخفاق بتاع ماتش الهلال السوداني. فيا رب دايما النادي الاهلي يفضل متالق كده. وطبعا مبروك صفقه مروان عطيه، كانت صفقه عاليه جدا في وسط الملعب، وعمل شغل عالي جدا. وهارد لك نادي اسوان اللي احنا طبعا بنكلل له كل الاحترام. شكرا ليكم.